اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة مقبولة لديك مرضية لديهما، وأشفنا اللهم من كل داء، وأغننا اللهم بها عن كل دواء، وأحسنا اللهم بها من كل بلاء، صلاة تفتح بها أبواب الخير والرزق والرحمة، وتغلق بها عنا أبواب الشر والفقر والفتنة، وعلى آله وصحبه والتابعين بحق قدره ومقدره العظيم. صباح الخير أو مساء الخير عليكم متابعيني حبايبي الحلوين، وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الجديد، العام الهجري الجديد. والنهاردة الجمعة، أي حد نفسه في أي حاجة يدعيها لربنا إن شاء الله مستجابة. ويا رب يا رب ينجح ولادنا وإخواتنا اللي في الثانوية العامة، ربنا ينجحهم كلهم يا رب وتفرحوا بيهم. وأنا بحبكم جدا 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 حبايبي الحلوين. اللهم إنك أقدرت بعد خلقك على السحر، واحتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ مما أقدرت عليه بما احتفظت به. لو سمحت يا بتاع انت. مين انت؟ يعني ايه يا بتاع انت؟ يعني ما فيش سلام عليكم، ما فيش صباح الخير، مساء الخير، عوافي، ازيكم، مرحبا، اي ترحيب؟ يا بتاع انت، مين انت يا بتاع انت؟ انا بسألك عشان انا غريبة مش من البلد، عايزة اعرف بيت عمر فين، ومراته البتاعة ديت اللي اسمها اسمها ايه، حاجة زي فتاحة، حاجة زي كده. ايوه مراته اللي اسمها فتاحة، بيفتحوا بيها الازوزة. ايوه يا حبيبتي. وانت عايزاهم ليه؟ عمر ده يبالك ايه؟ وانت رايحه لهم ليه لما انت غريبة مش عارفة دار؟ ازاي الكلام ده؟ انا عايزة عمر ضروري، عايزاه ضروري. وانت مين انت كمان؟ معاه في الشركة ولا كنت مسافرة معاه بره ولا ايه نظامك يا حبيبتي؟ يا اختي لو عايزاه روحي دوري عليه، تلاقيه في الغيط او عند ابوه وامه او بيلف ورا النسوان عادي يعني. بس خراسي قليلة الادب، ازاي تتكلمي عليه كده؟ ايه ده راجل محترم ومؤدب، وانتي واحدة زيك انتي تتكلم عليه كده؟ تطلعي مين انتي؟ اني الفتاحة، ايوه الفتاحة يا اختي كمان. ده انت قليلة الادب. ايه ده؟ من اول مقابله بتتعاركوا كده برضه يا عمر، عمالة اسأل عليه كل شوية مش لاقياك، والبتاعة دي البتاعة الفتاحة دي عمالة تشتم عليك وبتقول عليك كلام وحش قوي 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 يا عمر. طيب يا اختي اديكي لقيتي اللي انت بتدوري عليه، سي عمر بتاعكم. يلا يا سي عمر انبسط اهو، كل يوم والتاني بيجي لك واحده من كل بلد حب، اشكال والوان. اسيبكم بقى عشان الحب يولع في الذره. لا 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 لا، استني يا فتحيه، انت فاهمه الموضوع غلط. استني. مالك يا عمر ماسك فيها قوي ليه كده؟ استني ما تسيبها يا عم تغور. يا عمر انا عايزاك في موضوع مهم قوي قوي قوي. انا عارف الموضوع اللي انت جاي عليه، لكن اصبري يا فتحيه، دي اختي يا فتحيه. ولو حتى لو كانت اختك لسانها طويل وقليله الادب، بتقول عليا اني مفتاح ولا فتاحي؟ اكيد هي ما تقصدش. خلاص عندي انا، ما تزعليش. عندك ايه وعندها ايه؟ لا يا حبيبي، انت وهي غلطين. انت يا بابا غلطت فيا قبل كده وهي كمان، ده انتوا عيله هم. يعني ايه يا عمر؟ هي دي مراتك؟ دي شرشوح وقليلة الادب، ده عامله زي كوز الذره، دي مش باينه من الارض. طب قول لاختك بقى يا سي عمر ان كوز الذره دي ممكن يعمل فيها ايه؟ اخليها تنزل تشرب من الترعه دي. عيب، ازاي بتكلمي مرات اخوكي كده؟ دي مهما كان فتحيه ومراتي وام ولادي. انت عشان يعني سافرتي وعشتي بره شويه؟ لا، بقول لك ايه، انا عارف انت جايه لي ليه وبتسالي عليا ليه. عايزاني طبعا اديكي فلوس عشان تسافري، وعايزاني ابعت لك الشهريه اللي ابوكي منحها عنك، وانا مش هعمل كده. انا مش هعمل كده. انت المفروض تقعدي كده وتشوفي امك وتشوفي ابوكي وتعيشي في بلدك وتتربي هنا. انت كنت رايحه تسافري تتعلمي هناك وانا كنت عايش معاك. دلوقتي انا عايش هنا، قاعده لوحدك هناك ليه؟ وبعدين جايبه صاحبتك معاكي كمان، يعني عشان نقطع لك تذاكر اكتر ونصرف اكتر. مفيش سفر. ابوكي خد الجواز السفر بتاعك واداهولي. ابوكي مش هيوافق على سفرك تاني، انت فاهمه؟ هتقعدي هنا. يا عمر يا عمر لا، انا ما اقدرش اعيش في الجو ده ابدا، لا. ارجوك يا عمر ارجوك، انا عايزه ارجع تاني، عايزه اسافر، انا ما اقدرش اعيش هنا. ده انا نمت هنا كام يوم الناموس كلني، والميه وحشه والناس ريحتها وحشه قوي، والاكل هنا لا 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 لا, لا والنبي يا عمر. يلا بينا يا فتحيه نروح. يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر، بقول لك ايه يا بنتي يا ليل، انا عايزاك يا بنتي توديني للراجل اللي انت بتروحي له ده. انا عايزه اخليها ليله طين على دماغ فتحيه، مش عايزه الفرح ده يتم يا بنت. وديني ليه؟ وماله يا حبيبتي، شخلي لي ايدك ايده وجيبك وهاتي يا اختي المطلوب. ترى ايه يا مره؟ هو انت اللي هتاخدي الفلوس دي تحطيها في جيبك ولا الراجل اللي هياخدها؟ انت مالك؟ انت فاجي معاه هو، انت اطلعي منها، انت هتوديني وخلاص. لا يا ام عمر، هو في خدمه بلاش؟ ما الله، ده انت هتطلعي بمصلحه كبيره، هتخربي الفرح كله عليها. اني هاخد ايه وفين نصيبي؟
لا يا حبيبتي، لازم اخد اللي يرضيني وبعدين اوديك. طول عمرك طماعة وأنانية ومادية. ايه الحال من بعضه؟ ماني خلاص بطلت اعمل حاجه ببلاش. الحاجه البت بنتي سمعتنا ولا ايه؟ ايوه يا لوز يا بيت، اصلا عايزه اجيب هديه كبيره قوي من الراجل اللي انت بتروحي له دي عشان يا اختي اوديها لحفيدي. امال ايه؟ هو انا يعني ليا اعز منه؟ بس انا مش عارفه اجيب هديه ايه. فانت يا بنت اللي عارفه الحاجات دي خديني للراجل اللي انت بتشتري منه عشان اجيب هديه كبير. اصل فتحيه دي غاليه عليا، ولا حموكشه ابني اعز الولد ولد الولد. طبعا وانا عايزه اجيب لها هديه برضه. امال ايه؟ دي فتحيه دي طيبه وغلبانه وبتساعد البلد كلاتها. مين يا اختي يا جميله؟ ايه الحلاوه دي؟ انت بتعملي ايه يا اختي؟ عايزه تشربي من الزير؟ تلاقيكي مش طايله. انا اجيب لك كوبايه ميه؟ هي البت دي ما بتردش عليا ليه؟ يعني انا هجيب لها كوبايه ميه تشرب؟ انا غلطانه يعني؟ لا انت مش غلطانه يا ام عمر، اصل انت بتحبي الاطفال كلاتها اللي في البلد. اطفال جميله، ودي بصي يا سلام شعرها حلو ولابسه جميل. يا ريت كان عندي بنت حلوه زيها كده. الله دي طولي. عايزه اعرف حاجه، هي البت دي بتروح عند فتحيه ولا تعرفهم؟ يا بختي البت سمعت الكلام كله، هتروح تقوله ولا ايه؟ لا انا لازم اروح ورا البت دي، الا تروح لفتحيه وتقول لها وفتحيه تعمل حذرها. اقول لك ايه يا اختي، انت جلبت المصايب، صوتك عالي وجاي تكلمينا في الشارع على حاجه زي كده. تعالي معايا نجيب لها اي هديه، اي مفرشين سرير، اي حاجه ونروح نوديها لها دلوقتي عشان لو عملنا حاجه بعد كده ما يتضحش اللي احنا. كلامك صح، يلا بينا امشي غوري من وشي كتكنيلي. غوري ربنا ياخدك انت يا ام عمر، هتوديني في داهيه. تعرفي يا فتحيه، انا مش ناسيالك ابدا الوقفه اللي انت وقفتيها معايا. انت جدعه وكويسه جواكي ابيض. انت عملتي معايا كتير قبل كده ودلوقتي كمان. تعرفي انا اول ما رمضان ضربني ما فكرتش في حد في البلد كلها غيرك انت. يا بت اضحكي وابتسمي، ما حدش واخد منها حاجه. الرجاله نوعين، نوع يحبك ويحترمك ويحافظ عليكي، ونوع تاني يمرمطك ويجل بيك. والحريم انواع، امال ايه؟ فيهم ست بتعيش وبترضى بقدرها ونصيبها، وست اعوذ بالله منها، اعوذ بالله. بس انا عايزه اعرف حاجه يا فتحيه يا اختي. في ستات كتير انا اعرفهم بتخلي جوزها زي الخاتم في صباع رجليها. ازاي يا اختي؟ اهي دي نوع الستات اللي انا مرضتش اتكلم عنها. في ست تبقى عارفه ان جوزها عينه زايغه، ايوه عينه زايغه، او بيحب الحريم، او حتى ما بيحبش، او حتى يكون متجوز واحده قبليه ولا واحده بعديه، وتبقى غيرانه ومن كده تعمل ايه؟ تقول لك انا هخليه خاتم في صباع رجلي الصغير. وفعلا تروح تعمل له السحر من هنا، سحر اسود على دماغه او سحر سفلي، وتجيبه. الاعمال بتجيبه بالفعل. ما هو دماغه ضايعه، ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيقرا اذكار ولا صباح ولا مساء، لازم العمل يصيبه. يبقى زي المرمطون، زي حته الخيشه كده، تقول له روح يروح، تعالى تعال. يبقى هو يا بنتي مخير مش مسير. امال ايه؟ ويفضل تحت ايديها لوقت طويل لحد ما يريد ربنا والعمل ده يتفك من عند ربنا. تبص تلاقيه نسيها، ونسي حتى اي يوم حلو قضاه معاه، نسيها خالص. والعمل لو اتفك من عند ربنا عمره ما يرجع ابدا. امال ايه؟ ما تعرفش تعمل له عمل تاني. وفي حاجه تانية، ايوه الستات دي بتاخد حاجه مش من حقها. هو الراجل ده ما كانش ليكي، انت جبتيه بالغلط وبالحرام، جبتيه بطريقه تزعل ربنا، فاكيد حسابك في الدنيا وفي الاخره. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. كل اللي تأذي حد بسحر او بعمل عاملين له ياخد الاعمال. ده انا اعرفهم كده عين بعين، وهم عارفين ان انا عارفه ان هم بيعملوا اصحاب. دي تقول لجوزها انا مسافره، انا رايحه يومين وجاي، وتروح تجدد السحر. ده كمان دلوقتي بيتجدد بالتليفون. بس دول يا فتحيه المفروض يتحاسبوا دنيا واخره على الاعمال السوداء اللي بيعملوها. عمل بالسفلي ده بترتكب جريمه، ولا عمل اسود يا نهار ابوهم اسود. معقول في ناس كده؟ الست اللي بتعمل اعمال دي بتبقى من جواها سودا وبصرم وغلويه، وحاسه دايما بنقص، عارفه انها هي قليله وان هي مش هتملى عين جوزها ابدا. الله تقول لك اصل انا عملت له بالمحبه، وعملت له ان هو يخضع لي ويفضل تحت رجليا وما يعرفش يتنفس غير بيا انا. يا سلام والله. وهيتنفس يا اختي بيكي؟ انتي هيتنفس بيكي؟ امال لو كان نفسه واقف عليكي كان ربنا خلقه ليه عنده نفس يتنفس ليه؟ ولما هو مش هيعرف يتنفس غير بيكي، الله وجاب ليكي كان عايش ازاي يا اختي؟ كان عايش ازاي؟ كان حاطين له اكسجين
يا حلاوتك يا اختي، يا حلاوتك بالنقص اللي انت عايشه فيه. وقله الايمان. قسما بالله انا مبسوطه وفرحانه في كل واحده بتعمل اسحار، علشان عارفه هي هتتبسط لها يومين ومش هتبقى مبسوطه كمان، لانها عارفه ان هي جايباه ازاي. بس حسابها في الدنيا من ربنا ولعيالها، وكمان في الاخره عند ربنا. انا عرفت ربنا خلق نار وجنه ليه، والدرك الاسفل من النار لمين. الحمد لله. اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال. طالما الصحه وراحه البال موجوده وعيالنا بخير، الحمد لله، رضا من عند ربنا. وليه ابص في عيشه غيري؟ ليه استكتر راجل على مراته واولاده واخده منهم بعمل، ولا اخده بقلب حبيب، ولا الكلام اللي احنا بنسمعوه ده كله؟ قلب ايه؟ ربنا يقلب عليكم حياتكم عليها واطيها ان شاء الله يا رب. كل اللي بيحسد حد وكل اللي بيعمل سحر ويفرق بين اب وعياله، او راجل ومراته، او واحد برضه ده بتعمل العمل عشان تفرق بين الراجل واهله، ربنا ينتقم منكم ويولع فيكم. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل سحاره بتسحر. وقسما بالله انا عارفاهم ومش مسامحاهم لا دنيا ولا اخره، ومبسوطه ان هيجي لهم يوم في الدنيا يتحاسبوا وفي الاخره يتحاسبوا. بكره العمل يتفك من عند ربنا ويتطلقوا زي الكلاب ويترموا في الشوارع كده، وزي رميه الكلبه، ومفيش كلب يعبرهم، كلب، ويموتوا في الشوارع زي الكلبه كده. وساعتها يبقى ربنا جاب. اصل ربنا بيجيب حق المظلوم في الدنيا وفي الاخره، وبيخلي المظلوم يشوف بعينه اللي ظلمه. وانا بكره اتفرج واشوف. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم بحق يوم الجمعه، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي بتسحر حد بتعمل له سحر بحق يوم الجمعه. الدعوه مستجابه باذن الله، لا مفر لا مفر. ربنا هيحاسبكم. بقول لك ايه يا فتحي، انا ما عنديش هدوم يكفي عشان احضر الفرح. لا يا حبيبتي، ما هو الطقم اللي انت هتحضري بيه الفرح دي علي. هجيب لك احلى طقم يا بيت تلبسيه. ما انت قاعده معايا. وسيبك من رمضان دي، يغور في 60 ده جه ياخدك وتحاسب على ضربه فيكي. ماشي، ما تعلمش الادب، يغور في داهيه. ما تحطيش حد في دماغي، اقعدي كلي وانبسطي، وطالما انت سعيده وراحه البال موجوده طز في اي حد. عمر تعالى يا ابني، مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ طب تعالى نخش جوه. ابدا يا عم شعبان، مفيش حاجه. انا كنت جاي للحاجه وداد عشان تحاول تكلم فتحيه. مش عارف، فتحيه شاده كده عليا من يوم ما رجعنا لبعض، وكل واحد في حاله، وحاسس انها مش مرتاحه ومش مبسوطه. حتى امي جات وطردت امي وانا سكت، مش عارف اعمل ايه. راحت برضه عشان تجوز حموكشه لوحدها، لغياني انا من الحسبان خالص. اقعد يا ابني اقعد. سامحني يا ابني اللي انا طلعت لك كده. الجو حر والواحد ما بقاش مستحمل نفسه، ولا صيف عاجبنا ولا شتاء عاجبنا. الحمد لله. ولا يهمك يا عم شعبان، خد راحتك، انت زي ابويا برضه. بص يا ابني، طالما انت بتعتبرني زي ابوك، اسمع الكلمتين دول مني كويس. الست الحرة بتزعل لما الراجل يبص عليها ويفضل ست تانية عليها. الست الحرة بتزعل لما جوزها بيروح بجسمه لواحدة تانية، حتى لو كان حب او مش حب، راح بقلبه راح بجسمه. بتزعل يا ابني، بتحس ان هي عندها نقص، بتحس ان هي قليلة، ولو ان هي بتبقى واثقة من نفسها كويس، بس مجرد الاحساس اللي انت بتحسسه لها ده بيجرحها وبيوجعها. انا عشت في بلاد بره وعارف الستات دي تعاملها ازاي. طالما ست كويسه معاك وبتحبك وشارياك، ليه تجرحها؟ يا عمر يا عمر يا ابني، انت جرحت فتحيه جرح كبير ما يتلم يا ابني. كسرت قلبها، كسرتها هي شخصيا، خليتها ما عندهاش ثقه لا فيك ولا في اي حد حواليها. الست الحره الجدعه لما تقف مع راجل بتحبه وتلاقيه لغى كل ده ومش فاكر لها اي حاجه من اللي هي عملتها، وركنها على جنب ورماها وداس عليها وراح عمل اي حاجه تانيه وفضل ست تانية عليها، عايزها تثق فيك ازاي وترجع لك وتسلم لك نفسها يا ابني؟ انت غلطت غلط كبير يا عمر، غلط كبير، غلطه هتفضل تحاسب نفسك عليها وتتحاسب عليها طول العمر. طب انا غلطت خلاص، هي هتفضل تحاسبني طول العمر يعني؟ شايف انت لسه برضه ما اعترفتش بغلطك. انا غلطت، المفروض تحاسبني. هو انت غلطت غلطه واحده؟ ايه يا ابني، هو انت زقتها في الترعه تبلت هدومها؟ كبيت عليها كوبايه شاي؟ انت جرحتها في مشاعرها وفي قلبها يا ابني. فتحيه دي زي بنتي، انا مش بدافع لها بس بقول كلمتي الحاج. طالما انت جيت قلت لي انت زي ابويا، اسمع من ابوك. عيب اللي انت عملته، انت راجل قد الدنيا والناس بتحترمك. انا كنت بسمع عنك بس انك بتساعد الناس الغلابه وبتعمل حاجات كتير كتير. انت ملهي، الستات يعملوا لك اسحار يسحلوك، وانت ماشي ورا عاطفتك بقى. ماشي ماشي، انت ماشي ايه؟ وكل اللي يكلمك فلوسي فلوس. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ انت فلوسك ايه؟
ما هو ربنا بيديلك عشان تزود الغلط اللي انت بتعمله. انت غلطت يا عمر، ولو فتحيه قررت انها ما تكملش معاك ده حقها. اعمل حسابك، فتحيه لو سابتك تقدر تتجوز غيرك. الحره اتطلقت واتجوزت وانت ما تلومهاش. هي كبرت العيال وعلمت وربت. انت فين؟ انت فين؟ لا ابوك واقف لك ولا امك واقفه لك. كلهم بيخربوا عليك العلاقه، كلهم خربوا بيتك مع فتحيه. طب قول لي بينك وبيني كده، انت راجل وانا راجل، اي واحده من اللي انت عرفتهم حبتك؟ ولا واحده حبتني غير فتحيه، ولا واحده. كل واحده بتعرفني علشان خاطر ليها مصلحه عندي، عشان تاخد قرشين، عشان تسهر سهره حلوه، علشان طمعانه في اي حاجه، طمعانه في شكلي في منصبي، اي حاجه اي حاجه. طبعا انا عارف كل ده، انا راجل ولفيت كتير وداير وعارف وفاهم. مفيش واحده حبتني وخافت عليا غير فتحيه. اه كسرتها وجرحتها، بس انا مش عارف اعمل ايه. عارف ان الاصحاب كتير شوشت دماغي وبهدلتني. بعد ما كنت بصلي وعارف ربنا بطلت اصلي. حياتي كلها متدمره، كل حياتي متدمره يا عم شعبان. انا مش عارف اعمل ايه، حاسس ان في حاجات غلط حواليا بتحصل. قلبي بيوديني لفتحيه وعقلي بيوديني لكل واحده انا بعرفها. مش عارف، حتى وانا مع فتحيه عايز افضل معاها اسعدها وابسطها ومش عايز اخونها، فجاه الاقي نفسي بتشتت. مش عارف اعمل ايه يا عم شعبان، انا تعبت، حاسس ان خلاص دي نهايتي. قوم يا ابني اتوضى وروح ادخل بيت ربنا، صلي لك ركعتين، النهارده الجمعه، ادعي لربنا اللي انت عايزه، وكمان بدايه السنه الهجريه. قوم ادعي ربنا، ربنا بيستجيب. ادعي له، هو ده اللي هيقف جنبك، هو اللي هيكون سامعك، هو اللي هينقذك من الناس اللي حواليك. قوم يا ابني، قوم اتوكل على الله. انت يا عم شعبان متجوز الحاجه وداد، ولوزه حاولت تعمل لك اسحار كتير، ما نفعتش معاك ليه؟ اشمعنى انت؟ الله اكبر في عينك يا عم عمر. انا بصلي يا ابني، ما بسيبش الفجر ولا بسيب قيام الليل. بصلي وبقرا في المصحف ومواظب على اذكار الصباح والمساء. سوره البقره دي قراءه يوميا، بقراها كل يوم. يا ابني اعمل لك ورد، اي سوره ورد كل يوم. وسوره البقره دي مره واحده حتى ولو في الاسبوع، ما تشغلهاش، اقراها، خليها تطلع من بقك. هيشوفوك يا ابني كده وهيتعموا، محدش هيعرف يعمل لك حاجه يا ابني ولا يأذيك. عندك حق يا عم شعبان، انا مقصر من ريحه ربنا، بس ربنا يعيني، ربنا يعيني على اللي انا فيه ويبعد الاذيه اللي انا فيها. انا حاسس ان انا معمول لي اصحاب كتير، في حاجات كتيره مشتتاني، ما بقتش واخد بالي من شغلي ولا الفلوس اللي بتاعت الشغل بتتسرق، ومش مرتاح. بعد الاقي فتحيه بتضحك ومبسوطه وعايشه ومرتاحه بالجليل، وانا اللي معايا كل حاجه مش مبسوط ومش سعيد. انا انا مش لاقي راحه البال يا عم شعبان.